مع الظروف اللي بنعيشها اليومين دول اصبح طلاب كتير بيدوروا دلوقتي على وظائف، لكن للاسف وظائف كتير بتتعارض مع مواعيد الدراسه بتاعتهم. يعني من الاخر هي اصلا وظائف مش مناسبه للطلاب. وعلشان كده صديقي حبيت اسهل عليكم الدنيا وارشح لكم النهارده 6 وظائف مناسبين جدا للطلاب تقدر تشتغلهم بجانب الدراسه بتاعتك وما ياثروش ابدا على مذاكرتك، لانها وظائف الشغل فيها بيكون بسيط او قليل او مهام معروفه وما فيهاش شغل كتير، وفي نفس الوقت مرتباتها معقوله تسد احتياجاتك كطالب واكتر شويه ان شاء الله. فلو عايزين تفاصيل اكتر يبقى لازم دلوقتي تتابعوا الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن إحنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخلونا يلا صديقي نتكلم عن إيه هم بقى ال6 وظائف دول اللي ينفع أشتغلهم وأنا لسه طالب. الوظيفة رقم 1 هي وظيفة الكول سنتر أو خدمة العملاء. أي شركة أو مؤسسة أو أي حد بيبيع منتج بيبقى محتاج يعين أشخاص يتواصلوا مع العملاء، يعرضوا عليهم اقتراحات، يحلوا لهم شكاوى، يقولوا لهم على المنتجات الجديده. الاشخاص دي بقى بنسميهم خدمه العملاء. مش انت لما النت عندك بيفصل بتكلم خدمه العملاء يحلوا لك المشكله، او لو اتسحب منك رصيد ومش فاهم ليه بتكلم برضو خدمه العملاء. الو يا حاج اسماعيل، علي صوتك يا حاج، يا حاج مش سامعك، علي صوتك. اهو انت يا صديقي بقى هتبقى انت خدمه العملاء. وظيفه زي دي مش بتحتاج منك ابداع كبير، انت بتبقى عارف شويه مهام وبتبدا تتواصل مع العملاء وبتبدا تتكلم في حدود خبرتك اللي انت عارفها دي. فالوظيفه اصلا مش بتكون محتاجه خبره، محتاجه بس حد صبور واسلوبه حلو. اقعد يا عم القرف هنا، اقعد يا عم، ده ايه الخنقه دي؟ وعشان تلاقي شغل كول سنتر تقدر تدور على لينكد ان او جروبات على الفيسبوك وطرق تانية كتير. لو عايزين نتكلم اكتر عن وظيفة خدمة العملاء بتفاصيل اكتر اكتبوا لي تحت في التعليقات كلمة خدمة عملاء، ولو لقيت عليها اقبال ان شاء الله هعمل لكم عنها فيديو كامل. واي وظيفة هنتكلم عنها النهارده لو عايز عنها تفاصيل اكتر اكتبها لي تحت في التعليقات واعمل لك عنها فيديو فيه تفاصيل اكتر. تاني وظيفة معانا هي وظيفة كتابة المحتوى. هتشتغل حاجة اسمها كوبي رايتر. مش ساعات كده بتبقى بتقلب على الفيسبوك فتلاقي بوست كده الاسلوب بتاعه شدك، ترتيب الاحداث بتاعه حلو وشيق وبيخليك تقدر تقرا للنهايه، اهو اللي بيكتب الحاجات دي بيبقى اسمه كوبي رايتر. شركات كتير بتبقى عايزه تنزل عروض ومنتجات، بس للاسف لما بتكتب البوست ده بشكل ما يشدش الناس، حتى لو ده اعظم منتج في العالم الناس مش هتشتري لانك ما اقنعتنيش بالكلام اللي انا قراته. فبيضطروا يشغلوا حد اسمه كوبي رايتر، الشخص اللي هيبدا يكتب البوستات دي بشكل شيق كده ويشد الناس ان هي تيجي تشتري. فانت عشان تشتغل وظيفه زي دي محتاج بس ان انت اسلوبك يبقى حلو في الكتابه وعارف قواعد اللغه العربيه وبتكتب لغه عربيه صح. وسر بيني وبينك يا صديقي، دلوقتي بقى في مواقع ذكاء اصطناعي كتير بتقدر تساعدك في وظيفه زي دي. كل اللي عليك انك تقول لهم الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه والعناصر الرئيسيه اللي انت محتاجه تكون موجوده في الموضوع، وفي ضغطه زرار بتلاقيه عمل لك المقاله كامله. فانت لو حد اصلا بتحب الكتابه وبتكتب كده في اوقات فراغك فوظيفه زي دي هتبقى مناسبه جدا ليك، بتعمل حاجه اللي بتحبها وبتاخد عليها فلوس. الوظيفه رقم 3 هي وظيفة التسويق الإلكتروني أو الديجيتال ماركتنج، ودي من أكتر الوظائف يا صديقي اللي بيشتغل فيها طلاب، لأن الوظيفة دي عبارة عن إنك بتبدأ تعلن أو تعمل حملات إعلانية عن منتجات معينة. مش ساعات كده بتبقى بتقلب على الفيسبوك تلاقي إعلان لجزمة أو شنطة أو دريس أو غيرهم كتير، أهو اللي بيعمل الحملات الإعلانية دي هو المسوق الإلكتروني. بتجيلك الشركة تقول لك والله أنا عايز أعمل إعلان، تكلفة الإعلان ده أنا معايا ليه بادجت حوالي 10000 جنيه، وهديلك أنت لوحدك على جنب 3000 4000 5000 حسب الاتفاق بينك وبينهم. فبتقعد نص ساعه او ساعه تعمل الحمله الاعلانيه دي وتاخد الفلوس بتاعتك. فالوظيفه دي مناسبه لطلاب كتير لان عدد الساعات اللي انت بتشتغلها للوظيفه دي قليل والفلوس اللي بتكسبها فعلا كويسه. فانت ممكن في الشهر الواحد تعمل اعلانين او 3 يكفوك باقي الشهر وما تحتاجش تشتغل تاني، فتقدر تركز في مذاكرتك براحتك خالص. وانا هنا في القناه نزلت لكم اكتر من كورس يعلمك مجال التسويق الالكتروني، زي مثلا الكورس اللي عامله دكتور تامر صلاح، وده مدرب معتمد في مجال التسويق الالكتروني في مصر والسعوديه والامارات. رابط الكورس بتاعه عن اساسيات التسويق الالكتروني هسيبه لكم تحت في وصف الفيديو. كل الحاجات اللي هنتكلم عنها المصادر بتاعتها النهارده اللي هذكرها ان شاء الله هسيبها لك في وصف الفيديو، الكلام اللي تحت الفيديو. وبالمره وانت تحت يا صديقي ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان تساعد ان هو ينتشر ويوصل لناس اكتر، وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصلك باذن الله. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي رقم 30 عشان اعرف مين صحابنا الابطال المركزين ومصحصحين وكملوا معايا الحلقه لغايه هنا وعارفين احنا بنقول ايه. الوظيفه اللي بعد كده هم وظيفتين في بعض، وهما الجرافيك ديزاين والمونتاج، لان الوظيفتين دول تحسهم وظائف كده بتكمل بعض. فلو انت اتعلمت الاثنين مع بعض تقدر تكسب اكتر
وتعمل شغل اكتر. لكن طبعا لو عايز تتعلم وظيفه واحده من الاثنين فبراحتك. وظيفه الجرافيك ديزاين دي عباره عن اي حاجه انت بتشوفها النهارده حواليك، الاعلانات اللي في الشوارع، العبوات، شكل العبوات بتاعت المنتجات اللي انت بتشتريها، اي حاجه صوره قدامك ده شغل جرافيك ديزاين. واي فيديو انت بتشوفه ده اللي بيبقى عامله مونتير، حد بتاع مونتاج. فتخيل كده ان انت خلطت الاثنين مع بعض، شوف كميه الشغل اللي تقدر تطلعه. وانك تتعلم الوظائف دي النهارده ما بقاش صعب يا صديقي. اليوتيوب ما سابلكش حاجه غير لما علمها لك. يعني مثلا هتلاقي قناه زي مصطفى مكرم او نور ديزاين، ده لو عايز محتوى بالعربي، وغيرهم كتير بيعلموك ازاي تتعلم الجرافيك وتتعلم المونتاج. وعندك المحتوى الاجنبي كتير جدا وحدث ولا حرج. والحلو في الوظائف دي ان هي مش بتحتاج معدات او امكانيات محدده، لان البرامج بتاعه المونتاج 60 70 تطبيق ولا برنامج. والجرافيك كذلك في ليها بدائل كتير جدا، ففي منها الاحترافي اللي انت محتاج عشانه لابتوب قوي او بي سي قوي، وفي منها اللي على قد امكانياتك اللي ممكن تستخدم فيه الموبايل بتاعك. وكالعاده لو عايزين تفاصيل اكتر عن الوظائف دي اكتبوا لي اسمائها تحت في التعليقات، والوظائف اللي هلاقي عليها اقبال كبير وناس كتير كتبتها في التعليقات، حتى لو انت هتكتب اكتر من وظيفه ان شاء الله ههتم لك بيها قوي واعمل لك عنها فيديو منفصل في كل التفاصيل، فوائد الوظيفه وعيوبها وازاي تشتغلها وازاي تلاقي شغل والمرتبات بتاعتها وكل حاجه هتحتاجها ان شاء الله. الوظيفه رقم 5 معانا هي وظيفه البرمجه. بس دي من الوظائف عشان اكون صريح معاك من البدايه، مش ان انت هتقعد تتعلمها يوم ولا يومين هتروح تكسب الاف الدولارات. دي وظيفه محتاجه منك يا صديقي صبر ومجهود كبير عشان تبدا تتعلمها، بس اول ما تتعلمها اوعدك هتكسب فلوس كويسه وهيتفتح لك ابواب كتير جدا، لان البرمجه بحر واسع، انواع كتير جدا يا صديقي، وفي لغات برمجه كتير جدا، فالمجال متنوع والتنافس فيه متاح. والحلو في الوظيفه دي ان هي ممكن تكون مناسبه اصلا لمجال دراستك. يعني انت ممكن تبقى في ذكاء اصطناعي او حاسبات ومعلومات او هندسه قسم حاجه فيها علاقه بالحاسب الالي او البرمجه، فساعتها هتبقى بتشتغل وفي نفس الوقت بتذاكر وبتكسب فلوس. وبرضه عشان تتعلم برمجه عندك قنوات كتير على اليوتيوب وباللغه العربيه بتعلمك برمجه، زي قناه اسامه الزيرو او كودزيلا وغيرهم كتير. وكالعاده يا صديقي برضه هسيب لكم مصادر القنوات دي ومصادر تتعلموها تحت في وصف الفيديو. مهم جدا يا صديقي انك تبص تحت الفيديو، لان هتبقى سايب لك لكل الوظائف اللي ذكرتها النهارده فيديوهات تعليميه وكورسات مجانيه ومصادر كتير هتحتاج تتفرج عليها عشان تبدا تتعلم الحاجات دي ببلاش يا صديقي. الحلو في الوظائف اللي انا جاي اكلمك عنها النهارده ان كلها تقدر تتعلمها ببلاش، وانا ان شاء الله هوفر لك ليها مصادر مجانيه. فانا مش عارف ازاي بعد كل ده انت بخيل انك تعمل لي لايك. اعمل لايك يا صديقي، ساعد الفيديو ده على انه ينتشر اكتر عشان لما يشوفوا ناس تانيين تشاركنا في الثواب ان شاء الله. سادس وظيفه واخر وظيفه معانا هي وظيفه بقت منتشره النهارده، وهي وظيفه التدريس. اي حد النهارده بقيت بشوفه فتح باب الحجز وبدا يشرح للناس. انا مش جاي النهارده اكلمك هل انا متفق ولا مختلف مع الموضوع ده، لكن انا جاي النهارده اكلمك في فلوس. هل الموضوع ده بيكسب فلوس؟ بيكسب فلوس. فبنشوف النهارده طلاب طب بيروحوا يدوا دروس احياء، وطلاب هندسه بيدوا دروس رياضيات، وطلاب تربيه او اداب اللي هم اصلا مدرسين بيشوف هو قسم ايه وبيبدا يدي دروس. وكليات كتيره يا صديقي زي علوم وغيرها بداوا يدوا فعلا دروس، سواء انت مدرس او مش مدرس كله بقى بيدي دروس. فالفكره ان انت فعلا لو طالب كنت شاطر في ماده معينه وتقدر تشرحها وتتقي الله فيها، مش مجرد انك بتدور على فلوس وخلاص، ممكن تعمل لك مجموعه صغيره وتبدا تجمع طلاب وتبدا تشرح لهم الدروس دي، وهتقدر تكسب فلوس يا صديقي هتساعدك خلال فتره دراستك. والموضوع ده بقى منتشر جدا جدا، وانت اكيد تعرف 3 4 بداوا يفتحوا في باب الحجز. والحلو في الوظيفه دي ان انت المدرس، يعني انت اللي هتحط المواعيد المناسباك، فمش هتحط مواعيد طبعا تتعارض مع مواعيد المذاكره بتاعتك او مواعيد الجامعه بتاعتك، فهتكون وظيفه مناسبه ليك لو انت لسه طالب ان شاء الله. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك، عملت لي سبسكرايب جميل زيك، وفعلت زرار الجرس عشان كل الحلقات الجديده المفيده ان شاء الله توصلك بيها اشعار. ولو كملت معايا الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي قدروا يكملوا الحلقه دي للنهايه. وزي ما قلت لك يا صديقي، اي وظيفه اتكلمنا عنها النهارده حاسس ان هي مناسبه ليك اكتب لي اسمها تحت في التعليقات. واكتر وظائف لقيت عليها اقبال كبير هعمل لكم عنها فيديوهات مفصله فيها كل التفاصيل اللي انت تحتاجها عشان تبدا تشتغل الشغلانه دي. المهم يا صديقي دعمكم ليا واللايكات الحلوه بتاعتكم، وان انتوا تفضلوا معايا دايما كده داعميني عشان اتشجع دايما اعمل لكم فيديوهات مفيده. اتمنى في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه وتكونوا استفدتم وتكونوا اتبسطتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.